أنا بفضل الله سبحانه وتعالى الأسبوع اللي فات ربنا يبارك في بنات المسلمين. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف قد إيه بنات المسلمين فيهم خير كبير قوي. عايزين بس حد يعني يعرف يدخل لهم منين، من أين تؤكل الكتف، إنه إزاي يدخل لهم بذوق ورحمة، عشان هم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. وزي ما اديت أمثلة كتير قبل كده إن المسلم عموما أو المسلمة عاملين زي اللمبة الفلوريسنت اللي ممكن لو جه عليها شوية تراب تدار النور، لكن النور موجود. واخد بالك؟ انا كراجل داعيه وظيفتي بقى ان انا امسح النور ده، عفوا امسح التراب ده لا مش النور امسح التراب ده من على الايه، من على اللمبه. امسح التراب بايه بقى؟ تختلف المساله من واحد للتاني. ممكن واحد يقول لا 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 المساله محتاجه حزم وجديه. ازاي بنت تخرج متبرجه؟ احنا نمسك شومه ونظبط اللمبه. تمام؟ هتعمل ايه من حاجه؟ انا هنفض اللمبه. فيجي ينفض اللمبه يقوم مخلص على اللمبه. واخد بالك؟ هي دي المساله. احنا بقى بنقول لا، الاسلوب ده ما ينفعش مع النساء بالذات. مع النساء بالذات عايزه اللمسه الحانيه والكلمه الرقراقه اللي تدخل قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى. والمراه بطبعها اذن تسمع للخير او لغير الخير، لكن لما نسمعها الخير وهي اصلا عاطفيه تميل بقلبها بفضل الله سبحانه وتعالى. والاصل في النساء اصلا الفطره بتاعت اي انسان مسلم عموما فطرته الاسلام، الفطره اللي جواه الدين والتوحيد والاسلام، لكن بيحتاج ان حد ايه يذكره بالله سبحانه وتعالى. ودايما بنقول ان مفيش مسلم مفيهوش خير. والله يا جماعه اوعى حد ييأس من اي حد. كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب، ما كانش مسلم ساعتها، كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. لو اسلم ايه حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك اسلم عمر واصبح حصن حصين بين السنه والبدعه وبقى فاروق الامه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. وقال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. اوعى حد ييأس من حد. لذلك أنا ما بيأس من حد أبدا. ممكن تبقى بنت ماشية في الشارع يعني لابسة لبس يعني ربنا ما يوريك، واخد بالك، ويقولوا دي سبحان الله دي لا يمكن ما تنتظرش منها دي، أو لا أبدا، ممكن اللي شايفينها ديت تبقى أخت ومن خيرة الأخوات بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول إن العدد ده عشان أقول إن البنات كلهم خير. والله يعني أنا مش محاضرتي اللي خليتها اتحجبت، بالعكس انا كلامي اصلا ما يوصلنيش ان ممكن حتى عفوا يعني معزه تتحجب من ورا الكلام ده. لكن انا بقول الكلام ده وانا واثق ان هي عشان لو اتحجبت عشان هي اللي كويسه، مش عشان انا اللي كويس ولا عشان كلامي اللي كويس، عشان انا ما قلتلكوش كلام من عندي، انا عشان قلت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ربنا هو اللي حلو وكلام النبي هو اللي حلو. انا ما علي الا ان انا دلال على الخير، انا بدل الناس على الخير، واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتنا اجمعين. وانا قلت العدد ده كمان ليه؟ لسبب تاني جميل قوي. ان لما اقول لك ان 572 اخت لبسوا حجاب في اسبوع، وعلى فكره منهم عدد كبير جدا من دول عربيه مش من مصر بس، يعني جاتني رسائل من فلسطين ومن العراق، وجاتني رسائل من لبنان، وجاتني رسائل من حتت كتير قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك في الجميع. والاغرب من ده كله جاتني رسائل من دول اجنبيه، يعني من انجلترا ومن امريكا، وبنات مسلمات هناك ما كانوش لابسين حجاب، كانوا عايشين حياتهم زي الغرب ما هم عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمنا بيهم جميعا يا رب ويحفظ الجميع. انا بقول 572 ليه؟ عشان النهارده 572 كمان. تمام؟ يقولوا الله هم ال 572 اللي قبلنا احسن مننا في ايه؟ بلاش احسن مننا في ايه؟ احنا احسن منهم في ايه؟ عشان ما نلبسش حجاب. فربنا يكرمنا الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله 572، خليها 73، خليها 73 يلا حدش دافع حاجه. 572 اخت تلبس حجاب، ويجي بعد كده يبقوا كام كده؟ يبقى 1404 صح كده؟ يوم يجي بقى الاسبوع اللي بعده يوم 1404 تاني ايه؟ هم ال 1404 اللي قبلنا دول احسن مننا في ايه؟ او احنا احسن منهم في ايه؟ يوم يبقى 1404 الاسبوع اللي بعده، يوم يجي بعد كده يبقوا 2800، معلش انا بليط في الحساب معلش سامحوني يبقى 1800 مش عارف وكام وهكذا. والخير عمال بيعم وبيكتر. ده احنا يا جماعه انا اذكر في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كنا لما نشوف واحدة لابسة حجاب في ميدان عام كانت تبقى يعني ملفتة للنظر، وكأننا بنفرج الناس على أسطورة من أساطير العصور الوسطى. إيه ده؟ واحدة لابسة حجاب ما شاء الله. إيه ده في ناس ما شاء الله يعني وماشية ومبسوطة مش متضايقة مش مخنوقة يعني. فاهم إزاي؟ وكان بعضهم حتى يتريق عليها، يعني مثلا لو لابسة نقاب ولا بتاع، يعني سبحان الملك. دلوقتي أصبح شيء عادي جدا إن إحنا نمشي في أي شارع نشوف الخمار ونشوف النقاب ونشوف اللحية ونشوف الناس الأفاضل. ما شاء الله ربنا يا رب يبارك في المسلمين جميعا يا رب.
ويشرح صدورهم جميعا لهذا الدين العظيم. فعشان كده بقول الاسلوب ده احسن، ولا ان احنا نطلع ونقول فلان دوت كذا وفلان ده كذا، ومش اسلوب رد ولا. والنبي عليه السلام ما كانش بيعمل كده. النبي عليه السلام لما كان حد يخطئ كان يقول ايه؟ ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما اني افعل كذا وكذا. واخد بالك؟ بحيث ان هو صلى الله عليه وسلم يبقى عالج القضيه وفي نفس الوقت ما اثرش ضغينه حد. دايما بقول يا جماعه اي واحد بيحارب اي شيء من شعائر الاسلام او من الفروض او الاشياء التي اللي معلومه من الدين بالضروره، انا اظن ان هذا الانسان بيحتاج ان احنا نشفق عليه، نشفق عليه بجد، ان احنا نحتاج ان احنا ناخد بايده عشان نفهمه، بدل ما نجرحه، بدل ما نفقده، بدل ما يضيع مننا. يا جماعه احنا لازم يكون عندنا يعني حب ان الكافر يبقى مسلم، مش ان المسلم نخليه عادي الاسلام. واضح المعنى؟ طب ايه اللي خلى النبي يروح للغلام اليهودي؟ الحديث في البخاري، ايه اللي خلى النبي عليه الصلاه والسلام يروح يزور غلام يهودي وهو في بدايه سكرات الموت ويقول له يا غلام اسلم؟ الغلام يبص لابوه، ابوه خايف من ابوه قال له اطع ابا القاسم، قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ خرج وهو بيبتسم يمسح على لحيته وقال الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. طب ايه المشكله ما يموت ويروح النار؟ ايه المشكله يا رسول الله؟ ده يهودي. فاهم ازاي؟ لا، النبي مش كده. النبي نفسه ان الكون ده كله يعبد لله، الكون كله يبقى عباد لله سبحانه وتعالى. وده همنا، ده همنا. احنا عاملين النهارده بنتكلم بقالنا 15 20 سنه عاملين بنكلم الناس المسلمين عشان يعيشوا الاسلام، عشان يحسوا بالنعمه اللي هم فيها، ولسه ما تفرغناش لدعوه الامم الثانيه، اهل الاديان الثانيه. احنا محتاجين نتفرغ لهم، يعني محتاجين نقول ايه؟ المسلمين كلهم الحمد لله اتظبطوا تمام يا فندم، واتظبطت في المساله وخلاص كله بقى زي الفل. تعالوا بقى نبص بقى للامم الثانيه عشان ندعوهم للاسلام. ان احنا لحد الان بنقول يا مسلمين عايزين نعيش الاسلام. شوف المشكله عامله ازاي. سبحان الملك. احنا النهارده عاملين بنتناقش مثلا، عاملين بيعمل اشرطه عن تارك الصلاه، وبنعمل أشرطة عن الحجاب، وبنعمل أشرطة عن فضل قيام الليل، وبنعمل أشرطة عن فضل ذكر الله وفضل قراءة القرآن، وعمالين نعمل أشرطة كتيرة ودروس كتيرة عشان نذكر الناس بالحاجات ديت. الكلام ده كله كان الناس محتاجاه في عهد النبي؟ طبعا لا، لأن ما فيش ولا واحدة مش محجبة. ما كانش فيه واحدة في مجتمع النبي عليه السلام بتقول معلش لا أنا بحب النبي والنبي معانا صلى الله عليه وسلم وكده وبنصلي وكده، بس حجاب لا معلش، دي حرية شخصية. عمركم بالله عليكم قرأتوا في أي كتاب من كتب السير عن المشهد بالمنظر ده؟ طب عمركم قرأتوا عن واحدة قالت أنا هلبس حجاب بس معلش يعني أي كلام كده وبال ما ظبط المسألة وكده؟ ما حصلش الكلام ده على عهد النبي عليه السلام. يعني رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنهن فاختمرنا بها. على طول في ساعتها ما فيش أي نقاش، وما عندهمش بقى لا دولاب يشيلوا بتاع المسمار كده ويشيل وشق نصين ويلا وغطي نفسك. سبحان الله. شوف امتثال الأمر عامل إزاي. وامتثال الأمر ده ليه بركة غريبة جدا جدا. تلاقي الإنسان اللي بيطيع ربنا لما تكون زوجته كمان بتطيع ربنا، هما الاثنين بيطيعوا ربنا يجعل في بيوتهم المودة والرحمة. تلاقيها راضية بأقل القليل، وتلاقيها سعيدة ومبسوطة، هو فرحان ومبسوط وسعيد وحاسس بأجمل عيش. والله العظيم يا جماعة، يعني انتوا بصوا كده لبيوتنا النهاردة، بيوتنا يا جماعة مليانة حاجات لو واحد صحابي شافها النهاردة يعني أنا مش متهيألي يعني هقول إيه، يغمى عليه من كتر الرفاهيات اللي عندنا. يعني الصحابي دول رضي الله عنهم جميعا أغلبهم كانوا عايشين عيشة بسيطة جدا. حتة بقى الحصيرة ولا السجادة، واخد بالك، وحتة غطاء وإبريق ومش عارف وإيه وصحفة وإناء، حاجات يعني اللي هي الحاجات اللي انتوا بترموها يعني. فاهم ازاي؟ سبحان الله. ما فيش يعني ما فيش حاجة خالص. دلوقتي البيت بسم الله ما شاء الله سيراميك ومستويين و50 60 مكيف، واخد بالك. يعني اذكر شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه لما بيذكر ان واحد كان عارض الشقة بتاعته في المهندسين، شقة تقريبا دورين وكده ومركب فيها 17 مكيف. واحد اتصل بيه قال له بكام الشقه؟ انا على ما اذكر الرقم اذكر انه قال له تقريبا مش عارف ب2 مليون ولا بكام. قال له اكيد مش متشطبه كويس، واخد بالك، 2 مليون واكيد مش متشطبه كويس. في حين النهارده في المقابل في ناس يا رب يفرج هم المهمومين يا رب، وسد الدين عن المدينين، وفرج هموم المسلمين جميعا يا رب، ووسع ارزاقهم اجمعين. في ناس النهارده بتبحث عن لقمه العيش مش لاقيه، يعني في اخطر من كده. فيعني الكلام ده ما كانش موجود على عهد النبي عليه السلام. حته ان ايه؟ حته ان واحده بتقول انا مش هلبس حجاب. عمركم سمعتوا عن حالة تبرج واحدة؟ حالة تبرج
ومعلش خلينا صراحة مع بعض، انتوا اهلي وانا ابنكم واخوكم، وبتكلم بكلام يعني والله العظيم انا بتكلم بلا يعني مش عارف اقول بلا تكلف. انا مش بحضر الكلام، انا بقول اللي في قلبي على لساني على طول، وما بحاولش اتكلف في اي كلام والله العظيم. انا بقول سمعتوا عن حالة تبرج واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمرها ما حصلت. طب سمعتوا عن واحد تارك للصلاة في عهد النبي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يتكلم في موضوع الصلاة هل قال كفر دون كفر وكفر يخرج من الملة وقسم المسألة، ولا ده فعل الفقهاء؟ الفقهاء اللي عملوا كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يتخيل أصلا